بلايص في المغرب ما كيبانوش في الخريطة، وكاين بلايص كيبانو ولكن خاصك ما تمشيش ليهم. في الصيف 2018 مشيت انا وصحابي ندورو على الدوار مهجور في الاطلس، سميتو بويا عمر. قالوا لينا الدوار كتكون فيه العيطة في الليل. ضحكنا، ما كناش عارفين بلي حنا ماشي اول وحدين نسمعوا العيطة، وكنا غادي نكونوا اخر وحدين خرجوا منه. هذه هي القصة ديال النهار اللي حلينا فيه باب ديال جهنم بيدينا. في 2018 شهر غشت، انا وياسين وخديجة صحاب من الجامعة قررنا نمشيو رحلة تخييم في الأطلس المتوسط. بغينا نتصوروا اليوتيوب، قناة ديالنا سميتها بلاصات منسية. الفكرة كانت نزوروا الدواور المهجورة ونحكيو القصص ديالهم. ياسين جاب معاه الدرون وخديجة جابت الكاميرا ديال الليل، وانا كنت مكلف بالبحث. لقيت في خرائط جوجل دوار صغير ما بين في حتى شي بلاصة سميتو دوار بويا عمر. في المنتديات القديمة قالوا بلي الدوار تهجر في 1987 من مورا واحد الوباء غريب والناس كيخافوا يقربوا ليه. كتبوا عليه الدوار كيعيط. ضحكنا، هذه هي البلاصة المثالية باش نصوروا فيها الفيديو. وصلنا المنطقة مع العصر، الطريق كانت محفرة وكتسالى في غابة ديال البلوط. خلينا الطوموبيل وتمينا على رجلينا. بعد ساعة ديال المشي الغابة تسالت وبنينا واحد دوار صغير. الدوار فيه 15 ديال الدار ديال الحجر والطين، جامع صغير بلا صومعة، وواحد الرحبة ناشفة في الوسط. السكات كان ثقيل، ماشي سكات عادي، حتى الطيور ما كتصفرش. نصبنا الخيمة ديالنا في الساحة ديال الجامع. ياسين طير الدرون من الفوق. الدوار كيبان بحال شي دائرة، والدور كاملين بيوتهم كيطلعوا على الرحبة، وفي الرحبة بين شي حاجة محفورة في الأرض. دائرة كبيرة بحال شي بير ولكن مسدود بحجرة مدورة. الليل طاح دغيا، شعلنا العافية وبدينا كنصورو. خديجة كتقدم. حنا دابا في الدوار ديال بويا عمر، الدوار اللي كيقولوا عليه مسكون، وهي كتهضر. العافية تزعزعات بوحدها بلا ريح، وسمعنا صوت بعيد بحال شي واحد كيضرب على الطبق. تقريبا شي 3 ديال الثواني وحنا كنسمعوا داك الصوت. سكتنا كاملين. ياسين هز الكاميرا ديال الليل ودار بيها، والو غير الظلام والطيور الخاويين، ولكن الصوت كان جاي من تحت الأرض. نعسنا بالتناوب، أنا شديت العسة الأولى مع الجوج ديال الليل. الدق حبس، ومن بعد شوية سمعت حاجة أخرى، صوت ديال الجران بحال شي حجر كيتجر في الأرض. شعلت البيل وشفت الجهة ديال الرحبة، الحجر المدورة اللي كانت في الوسط تزادت شوية، كانت مسدودة كاملة. دابا كاين شق كحل كيبان منها. فيقت ياسين وخديجة بالزربة، مشينا ب3 للرحبة. الشق كان كيخرج منه هو بارد فاسد، الريحة ديالو بحال شي حاجة ميتة من شحال هادي. ولكن ياسين حط ودنيه، واحد شوية بان لينا كيجري ووجهو صفار. حنا ما عرفناش شنو وقع ليه. قال لنا بلي سمع شي حاجة كتنفس من تحت الأرض. هذاك الليل ما نعسناش، قررنا مع الفجر نهبطوا نشوفوا شنو كاين. جبدنا الحبل اللي جبناه معانا. الحجرة كانت ثقيلة بزاف، ولكن مع حنا كنا 3 قدرنا أننا نحركوها. البير كان غارق بشي 20 متر. وسط داك البير كانوا دروج محفورين في الحيط. شعلنا البيلات ديالنا وهبطنا لتحت. لقينا مدينة ماشي بير، مدينة كاملة محفورة تحت الدوار، ديور، ممرات، وحتى ساحة صغيرة. والحيطان كاملين عامرين رسومات بالفحم، رسومات ديال الناس بوجوه طويلة وعيون كبار، وهما كيسجدوا لشي حاجة نازلة من السما. وفي الساحة كان مذبح كبير ديال الحجر، وفوق منه هيكل عظمي لابس جلباب. خديجة كانت كتصور وهي كترجف. قالت هادو ماشي طيور عادية، هادي مقبرة. ياسين لقى دفتر مغلف بالجلد حدا المذبح، حليناه، مكتوب بالعربية القديمة وبالأمازيغية. فهمت شي شوية منه. الدفتر ديال الفقيه بويا عمر كيحكي باللي في 1986 طاحت نجمة في الغابة. منين مشاو يشوفوها لقاو حجرة كتشعل، جابوها للدوار. من داك النهار بداو الناس كيحلموا نفس الحلم، رجل طويل بلا وجه كيقول لهم خاصهم يبنيو ليه دار تحت الأرض. الفقيه قال لهم راه جن، ولكن ما سمعوش ليه. بناو المدينة التحتية وبداو كيقدموا القرابين. الأول كانوا ديال الحيوانات، من بعد ولاو ديال الناس. اللي كيرفض كيصبح هو القربان الجاي. في 1987 الفقيه بويا عمر جمع وليداتو هربوا في الليل وسدوا البير بالحجرة الكبيرة، وكتب في الاخر سدينا عليهم ولكن هما كيزيدوا. كنسمعوا الدق ديالهم كل ليلة كيحفروا باش يخرجوا للقرية ديالي.
الا قريتي هاد الوراق رد الحجره لبلاصتها وهرب قبل ما يفيقوا. ياسين وهو كيقرا طاح الدفتر من يدو، حيت بدينا كنسمعو تاني الخبيط، ولكن هاد المره ماشي من التحت. الخبيط جاي من الممرات اللي مقابله معنا ومن الظلام. بانوا لينا عينين كبار كيضويو في الضوء ديال الليل، بزاف ديالهم، وما كانوش كيبانوا بشر، كانوا طوال، الجلد ديالهم رمادي وصبعانهم طوال كيوصلوا الركابي. جرينا طلعنا في الدروج بحال شي مسطين. خديجه كانت هي الاخرى، سمعنا الغوت ديالها. منين درنا شفنا شي واحد من دوك المخلوقات شدها من رجليها وكيجرها لتحت. عينيها تلاقاو مع عينيا، ما غوتاتش غير قالت سدوا البير. واخيرا خرجنا للفوق والشمس بدات كتشرق. انا وياسين طفانا الحجره ورديناها لبلاصتها، ولكن الرديخ من التحت ولا قوي والحجر كيتردخ. سمعنا الصوت ديال خديجه كتغوت، ولكن مخلط مع اصوات اخرى ماشي بشريه، ومن بعد صمت. رجعنا للطوموبيل كنرجفو، ياسين ما هضر، ما قال حتى شي كلمه، حتى وصلنا لكازا. انا مسحت كل الفيديوهات، ولكن في الليله الاولى منين جيت للدار مع 2 ديال الليل بالضبط سمعت عاوتاني الرديخ جاي من تحت الناموسيه ديالي. مشيت لعند ياسين، لقيتو شانق راسو في الكوزينه وخلى ورقه مكتوب فيها هما حفروا وخرجوا وكيسولوا عليك انت التالي. دابا انا كنعاود لكم هاد الشيء. رحلت من 4 ديال الديور، 4 ديال المرات، ولكن الخبيط كيتبعني كل ليله كيولي قريب كتر. البارح ملي كنت كنتوضا شفت في المرايه مورايا في الظلام ديال الكولوار عينين كبار كيضويو. الليله غادي نسد على راسي في البيت، وغادي نحط حدا الباب الحجره اللي جبتها من الرحبه، الحجره الصغيره اللي كانت في الجيب ديال خديجه، فيها مكتوب بخط صغير هما كيطلعوا مع اللي نجا. هاد القصه عرفوا بلي دوار بويا عمر ما كانش مهجور، كان مسجون، وحنا اللي حلينا الباب. ما تمشيوش لديك البلاصه وما تحفروش تحت الرحبه. كانت هي القصه ديالنا، نتمنى تكون عجبتكم.